السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. قبل ما نبدأ يا حبايبي ونقول لكم احنا طبعا انتوا شايفين انا بنعمل أكلة بسيطة وخفيفة. قبل ما نبدأ يا حبايبي يا ريت اللي هو مشتركش في قناتي وأول مرة يشوفني يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا ريت يا حبايبي تشجيعا كده، لأن أنا دايما ما بقولكمش يعني على الكلام ده، بس كده القناة يعني ايه، عايزين نكملوا الشروط. فيا ريت يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي ما حطش لايك يحط لايك عشان الفيديو يترفع ويتشاف يعني على القناة. طبعا انا جبت بصلة كده في الاول في البداية خالص، وشوحتها كده بمعلقة زيت يا دوب بس تدبل بس، وبعدين حطيت عليها اللحمة. انا هنعمل ربع كيلو لحمة وهنقلبهم مع بعض كده لحد ما اللحمة لونها يتغير زي ما انتوا شايفين كده، يعني لونها يتحول من اللون الأحمر للون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. نبدأ بقى نحط شوية مية كده زي نص كوباية، يعني نص كوباية شاي يعني، أو فنجان صغير، وهنسيبها كده هنهدي عليها النار عشان تستوي. كل ما تعوز مية حوالي نص ساعة كده ولا حاجة، أو ساعة إلا ربع، كل ما تعوز مية نزودها، ما نسيبهاش تنشف. نغطيها بقى ونسيبها ايه على نار هادية خالص. اهي كل ما تعوز مية نحط لها. خلاص هي كده تعتبر استوت. فهنكون بقى بشرة جزرة وهحطها عليها. هي فاضل لها شوية يعني اللحمة عشان تنشف وكده، من ميتها او كده الدم اللي فيها، فانا بنحط في الربع الاخير من سواها الجزرة دي، وكمان طماطمية كبيرة كده نكون بشراها، وهنقلبهم على بعض ونهدي برضو النار. وحطي بقى التوابل اللي انت حباها. لو حابة تحطي، انا بنحط فلفل اسمر بس، ممكن تحطي اي نوع توابل انت متعودة عليه، التوابل دي اختياري يعني. خلاص كده استوت. هنحط الملح بقى كده ونظبطه ونطفي عليها نسيبها تبرد. انا هروح بقى مش تبرد يعني تسيبها يعني، خلاص كده استوت. هنجيب بقى الجلاش، وللأسف طبعا الجلاش دوت أول مرة نجيب النوع ده، فلقيته فيه مقطع كتير. فطبعا أنا بعد ما عملته كده وسويت اللي هو مش مقطع يعني، بس طبعا المقطع ده مش هنرميه، أنا حطيته في وسط الصينية كده وأنا بنحشيها يعني أو بنرصها. نحط كده الورقات على بعضها. طبعا المفروض أول ما بفردها هي بتبقى مرصوصة لوحدها، لكن ديت لقيت كل حتة لوحدها كده، ما نعرفش ايه نظامها يعني، لقيتها كل واحدة ملفوفة لوحدها كده. فحاولت طبعا نوصل كده عشان طبعا نعرف نجيب الدايرة بتاعت الصينية. هنحط الصينية كده اللي أنا هعمل فيها لأنها مدورة، فهنعمل الجلاش على شكل دايرة، وهنشيل الزيادات ديت اللي في الجناب. طبعا مش هتترمى الزيادات ديت، الزيادة هناخدها نحطها في قلب الرصة من النص. خلاص كده هنحط بقى معلقة سمنة كده انا سيحت السمنة بحيث ان هي تبقى سايلة، بس ما قدحتهاش ولا حاجة. ممكن تدهني بفرشة وممكن تعملي بمعلقة زي ما انا عملت كده. شوف عيب بقى الجلاش، لقيت الورق ما كانش كامل كده، ما كانش كبير، كان حتت كده. طبعا الواحد يعني اتغر في منظر التغليف من بره وشكله حلو، مع ان سعره كان اغلى من النوع اللي انا بنجيبه.
هنحط كده كل ورقة نحط ما بينهم معلقة سمنة أو كل ورقتين، يعني مش شرط كل ورقة. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ريت يا حبايبي اللي مشتركش في قناتي يشترك، فضلا منكم وليس أمرا. أنا طبعا مش دايما أقول لكم الكلام ده، بس كده القناة فاضل لها عدد صغير خالص، يا ريت نكملوه. كنت بنجيب كده نوصل الحتت اللي هي المقطوعة دي، بنوصل كده كل حتة جنب التانية. حتى الفرافيت أنا ما سبتهاش، حطيتها برضو في الحتت الفاضية، وبرضو نحط عليها سمنة ونكمل برضو الرقات كده فوق بعضها. هي في الآخر هتبقى متماسكة كتلة واحدة يعني، مش هتفرق يعني الحتت ديت المدارية دي مش هتفرق بقى في هنحط بقى السليم من فوق كده. نحاول يعني ايه نوزع في كل الجوانب كده. نبدأ بقى نجيب الحشو بتاعنا. طبعا الصينية ما خدتش كل العصاج، أنا خدت بس على قد الايه الصينية. اما تحطي خضار مع اللحمة المفرومة في العصاج بيخلي الطعم جميل، بيختلف خالص يعني بصراحة. وكمان بيكتر الكمية، ممكن تعملي صينيتين بالربع كيلو. هي صينية متوسطة يعني، قطرها حوالي 30 سنتي أو أقل. تسويه كده بظهر المعلقة، وبعدين تبدأي تحشي بقى ترصي يعني، وتبدأي بالورق اللي هو مقطوع دوت عشان يتدارى في النص. اهي بعد ما حطيتها في الفرن، حطيتها على الشبكة، اهي الوش احمر اهو، بس ايه عايز يطرى شوية. هي مستوية من تحت ومن فوق جميلة، عاملة زي الفطير ازاي. انا ما قطعتهاش طبعا، وما بحبش احط اللبن مع البيض وكده، فانا بنغطيها كده شوية 10 دقايق كده، هتلاقيها وشها اضطر وبقى حلو. قطعتها وبالرصاها طرية وجميلة خالص ما شاء الله. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واللي ما حطش لايك بقى يحط لنا لايك. وألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.